يا جماعة جهزوا حالكم، اليوم طالعين مشوار بجنن ومعنا بيبي كريم، يعني أكيد المشوار حيكون غير شكل، ضحك وانبساط ومواقف ما بصير تضيعوها عليكم. خليكم معنا بهالمشوار الحلو وشوفوا الفيديو للآخر. يا سلام، والجو ماطر على فكرة، حيمطر الله يستر. وهون رح نجيب كيكة كريم 3 شهور. أبو كريم الغالي، فندم ايش رأيك بالهدية اللي جبت لك إياها هذه؟ والله أجمل هدية في الكون. اليوم يا جماعة رجعنا مرة تانية على نفس المول عشان نلحق العروض، إن شاء الله ما تكون مستمرة، يعني العروض تبعون امبارح، لأنه امبارح لما اجينا كان في زلزال وسكروا المول زي ما انتم شفتوا بالفيديو، فإن شاء الله اليوم يا رب يكون لسه مستمرة العروض. هو أتوقع في الطابق الأول كان. رجعنا، كيف وأنا أرجعك اليوم؟ هو البزين على الراس بطلع حال. ما أتوقع إنهم شالوا التنزيلات في نفس الليلة، يعني إن شاء الله تكون لسه مستمرة. نبدأ من هون، تمام؟ طيب شكل جيب الشنطة. شوف هاد ما أحلاه، شو كتير حلو، حتى سعره حلو على فكرة. واو. لقينا الشنطة اللي بنحط فيها البيبي، أكيد كلكم تعرفوها لأنه صلاح بصراحة تعب، الله يحماك يا كريم، بس العرباية كمان ما بتنفع لعمره، هلأ كتير صغير، فقررنا نجيب هاي عشان نقدر نتنقل أسرع. تنزل بوشينكي؟ هلا رح نط. استعجل. اسمع، شوف هذا الكرسي صلاح ما أحلاه. هذا الكرسي شو قصته هذا؟ هذا اسمه على اللايفات. اشتري 3، اشتري 4 وادفع 3 بس. حلو العرض، الدنيا اساسا صيف. هاي ساتشي يني جوان. هذا القسم للأطفال الحديثين الولادة، يعني اللي تاخد مثلا طقم للبيبي تبع المستشفى. على فكرة أنت ممكن تعمل لهم فيديو تاني تحكي لهم عن تجربتك مع الولادة، مع الحمل، مع الأشياء اللي تشتريها. إن شاء الله حلوة، ممكن تعمليها إن شاء الله. أنا حابة إني أعملها بعد هذا الفيديو، رح أنزل الأشياء المنيحة اللي شريتها، والأشياء اللي مش منيحة كمان رح أحكي عنها. عمري ما توقعت يا جماعة يجي اليوم اللي أنا أحب فيه أغراض وأواعي الأطفال أكتر من أواعيي والمكياج والأشياء، يعني قاعدة بتأمل فيهم، وصلاح بس نفسه يطلع. كتير حلو المكان. هاي شورت سباحة. لا، ما هو بدي أجيب له شورت سباحة. طب بس يجي الصيف هاي فيش فيها مزح نهائي. بدك تشبح؟ هيا شوف هاد، تعال شوف البوكسرات. عجبك يا بابا؟ عجبك يا هذا القسم بصراحة، يعني خلاص هذا أحلى قسم في المكان. قسم كريم يعني. هذا قسم كريم صلاح، منك سيارة ومني سيارة. لو يا صلاح هلأ كريم عمره سنة، أي وحدة بتختار له بصراحة. أنا احترت، أنا عن جد احترت. أنا اخترتها هاي، والله حلوة كتير، عن جد كتير حلوة. أنا بصراحة محتارة يا صلاح، محتارة ما بين السوداء، بتعرفني بعشق اللون الأسود، أو هاي. أنا واحدة التانية عجبتني هاي. واو، عن جد اسمعوا مصممينهم بطريقة كأنهم حقيقيات، يعني بس صغار، كأنها السيارة الكبيرة نفسها بس صغار.
عن جد اشي فخم. شوف هون في جرافات المزارعين. طبعا يا جماعة اخيرا جبناها. هيا شوف كوكو مرتاح فيها. كوكو كوكو حبيب ماما. حلوة صح صلاح؟ هلا حسيت انت براحة اكتر من قبل؟ خلص ممتاز. تعال نشوف الاشياء اللي هون. الاشياء اللي موجودة كتير حلوة والعروض عن جد يعني يا جماعة. يعني اي حدا بده يجيب بيبي يجي على هذا المحل، كل اشي موجود، كل الخيارات متاحة هون عن جد. في اشياء كتير حلوة. يا محلاه، شوفوا أحلاه كتير حلو. شوف الخامة ما أحلاها يا صلاح. شوفوا يا جماعة البانيو ما أحلاه اللي تحت، بيجي 3 قطع. هذا البانيو يا صلاح اللي كنت شايفته على ترينديول اللي قلت لك عنه. نفس اللون. بس في شيء تعمليه وانت واقف صح؟ شو؟ بدك ايش تستخدميه وانت واقف. صح. هاي شوف هاد مثلا، انا بالنسبة لي هذا احلى. هذا؟ عن تجربة. هدول بيخدعونا بالاشكال. صح هذا احلى؟ هذا ممكن انا اسبح فيه. شوف هاد، شوف الشفاف ما احلاه. كتير حلوين كلهم. يعني كتير في اشياء حلوة لسه نفسي اني اخدها، بس ان شاء الله الي رجعة تانية عشان مستعجلين، عندنا مشوار على الفاتح كمان. فطبعا هون الحفاضات اللي قلت لكم عنهم تنزيلات عاملين عليهم. صح يا ابو كريم؟ ان شاء الله النا رجعة نورجيكم المحل. هاي الماركة فيليبس طبعا، يعني افخم ماركة للاطفال، رضاعات هيك قصص. بتعرف انه هذا الشاي اللي بتاخده المرة اللي بترضع عشان ابنها ما يصيرش معه غازات، اللي هو ببيعوه هذا الشاي الحامل. بس طبعا شو بيكون مكوناته ينسون، زهورات. ليش انت بعد؟ خذ المكان تبعك كذا تاخذ. هذا شكله زي السيريلاك، طلعوه. تعال شوف يا صلاح، حابب اقول لك هي على اول سنة، يمكن ثاني سنة ثالث سنة، اكل الاطفال. واو، يعني كل اشي بتلاقيه هون عن جد. كمان ممكن نلاقي السيريلاك يا جماعة. طبعا انا كنت جايبة كل اشي للبيبي، هدول اللي بينام فيهم البيبي جوا، وكل الاشياء. يعني حتى هذا التخت بنصحش فيه ابدا. رح اصور لكم بالفيديو القادم ليش، بس بدي احكي لكم انه هاي المخدة اللي بتيجي هيك زي مثلث من فوق ومن تحت نازلة، هاي ضرورية جدا جدا جدا. يعني اي مرة حامل لازم تجيب هاي عشان الارتجاع لما يصير البيبي يرضع حليب، فبتنيميه عليها احسن، بنزل الحليب لمعدته. هاي افضل اشي بصراحة. وهذا الاشي اللي انا ندمت اني ما جبتوش، بس هلا انا مش بحاجته خلص، لانه كريم الحمد لله كبر. اسمعوا صلاح انصدم اني جبت هاي. معلش يا جماعة رح اعذره، ما شافهاش على الترندات. هاي كيف عليها كريم. هاي لعبة الالوان. صلاح انا هلا بدي اسألك سؤال. المحل اللي دخلنا عليه تبع الاطفال هذا بيبي، اكثر حاجة عجبتك فيه ايش؟ السيارة تبعت البيبي. طبيعي، انا حاسة، انا عارفة انت وين ميولك. انا عارفة انك انت طفل، اطفل من الطفل. بس يا جماعة المحل عن جد حلو، وأنا عجبتني السيارة وهو عجبته السيارة، فشكله رح يكون منافسة قوية، أو يمكن نجيب سيارتين. لا مش حلو، البلد بيعمل كراش سيارات عادي، بس جيب له هدية تانية. هو أصلا بس يحب السيارات والمسدسات الفرودة. وهيك خلصنا من المول، ولسه يا جماعة بصراحة ضل بنفسي كتير شغلات ما جبتها لكريم. طبعا بتعرفوا إحساس الأمومة كتير حلو، يعني أول مرة بجربه، فنفسي أجيب الدنيا كلها لابني.
فان شاء الله الي رجعة تانية على هذا المحل. زي ما قلت لكم يا جماعة بيبك فخم جدا، اي حدا حاب يشتري لاطفاله يجي عليه. هلا احنا رايحين من المول على الفاتح، في عنا كمان مشوار هناك، وحابين ناكل من عند ابو عمر شاورما. هاي منطقة خليج، يمكن من أفضل الأماكن اللي موجودة بإسطنبول من ناحية البحر وجمالها. طلعنا هون من المترو رايحين باتجاه منطقة الفاتح. يعني المنطقة مليانة أشياء بجنن، طبيعة وخضار، والناس قاعدة تتسلى وتغير جو، ويعني هيك الهواء حلو ونقي. حتى هون في نافورة مية، يا الله ما أجملها ما أجمل الصوت. الأتراك بيشتهروا بتربية الحيوانات وبيحبوا كثير تربية الكلب خصوصا. وبهيك بنقدر نقول لكم وصلنا للفاتح، أكثر منطقة مشهورة ومعروفة في تركيا. الله شو بحبك وبموت في حبك. جوا فيه ماما حبيبي ماما. وبهيك بيكون خلص مشوارنا لليوم. بتمنى يكون الفيديو أعجبكم، ما تنسوا تشتركوا بالقناة.